عندنا اول خاصيه واهمهم بستخدمها بدري على طول، وايلد كارد. الوايلد كارد دي بتسمح لك ان انت تغير الفريق ال 15 لعيب مره واحده فري في الدور الاول، اكنك بادئ اللعبه من اول جديد. بالظبط. وحاجه جديده ان انت تقدر تستخدم الفور شيبس اللي هو الاربع خواص الدور الثاني كمان. دي حاجه اول مره دي اول سيزون سنه بتتعمل. وايلد كارد هي اللي كنا ينفع نستخدمها مرتين. بالظبط. الوايلد كارد دي بتغير ال 15 لعيب. تاني خاصيه البنش بوست، ان انت بتقدر تستخدم او يتحسب لك البوينتس، النقط اللعيبه اللي على الدكه، الاربع لعيبه اللي على الدكه مع ال 11 لاعب اللي في الملعب. تمام بالظبط. فري هيت بقى، الفري هيت دي بقى بتبقى حلوه قوي مثلا لو في دبل جيم ويك او مثلا انديه معينه هي اللي بتلعب، فانت بتختار تشكيله معينه بتلعب بيها الجوله دي بس، واول ما الجوله بالظبط. تخلص ترجع لتشكيلتك القديمه تاني. بالظبط. ورابع تشير عندنا بقى هي التريبل كابتن، ودي طبعا بالنسبه لبيتر هو لعيب واحد، مين؟ محمد صلاح طبعا. كده كده. وانا الصراحه 38 جيم ويك محمد صلاح. الصراحه تريبل كابتن ما فيش حد استأمنه عليها غير صلاح، بس هنشوف السنه دي